هنتكلم النهارده عن اخر عرض مصارعه في 2024 وورلدز اند، العرض اللي شفنا فيه نص نهائي ونهائي الكونتيننتال كلاسيك، فوجر والاسبراي، وعودتين للتاريخ هيغيروا مسار كل حاجه في AEW في 2025. فلو انت من النخبه بان انتندد وشفت وورلدز اند او حتى اول مره تتفرج على عرض ال AEW، كمل الفيديو عشان ان شاء الله هشرح قصص كل الماتشات. يا ريت تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل للناس، ومن غير مقدمات اكتر من كده يلا نخش على الدعك. البناء لوورلدز اند في العروض الاسبوعيه كان مرتكز بشكل شبه كلي تقريبا على حاجه واحده، وهي الكونتيننتال كلاسيك. ولو بتسال تطلع ايه الكونتيننتال كلاسيك دي ومش فاهم فكرتها فملحوقه يا معلم. دي من الاخر تقدر تعتبرها كاس العالم او دوري ابطال اوروبا بتاعت المصارعه، لانها فعليا دوره مجمعه بين 12 مصارع متقسمين مجموعتين، الجولد ليج والبلو ليج، وكل مجموعه فيها 6 مصارعين، والست مصارعين دول بيلعبوا 5 ماتشات، والفوز ب3 نقط، الخساره طبعا 0، والتعادل نقطه واحده. التعادل ده بيحصل لو الوقت المحدد للماتش اللي هو 20 دقيقه خلص من غير ما حد ما يكسب، واكتر 2 بيجمعوا نقط بيتاهلوا اول وتاني من كل مجموعه. وفي نص النهائي بيلعب الاول من البلو ليج ضد التاني من الجولد ليج، والعكس طبعا لحد الفاينل، واللي بيكسبه بيفوز ببطوله الكونتيننتال اللي مع اوكادا. فاهم حاجه يا ابني؟ نيجي لل 12 مصارع المشاركين، بدايه من البلو ليج المكونه من كازوتشكا اوكادا، داني جارسيا، شيلتون بنجامين، مارك بريسكو، البيست مورتوس، وكايل فليتشر. فليتشر هو اكتر مصارع بدع في المجموعه دي، اداءات جامده ضد اوكادا، شيلتون بنجامين، وماتشه الاخير ضد داني جارسيا كان عالي قوي برضه، وكسب كل ماتشاته ما عدا خساره وحيده ضد مارك بريسكو. دفعه البروتو ستار بتكمل بعد فوزه الكبير على اوسبراي في فول جير، وبيقدر يتصدر المجموعه ب 12 نقطه عن جداره واستحقاق. وفي المركز الثاني كان اوكادا، واللي كان قوي الصراحه، وانا مش راضي عن اداءاته في البطوله دي بالذات خالص يا اخوانا. هو شغال ككاركتر وورك وعامل شخصيه هيل لذيذه، وليه سيجمنت بيفشخني ضحك بتاع لما دخل الشاحنه بتاعت الانتاج. حتى الكاتش فريز بتاعت بيتش دي جامده وجايبه مع الجماهير ولايقه عليه. اوكادا بيقدر يتاهل في المركز الثاني ب10 نقط، بس فعليا الفرق بين اوكادا في AEW واليابان عامل زي الفرق بين ليفاندوفسكي في بولندا وبرشلونه كده، اللي هو مفيش بربع جنيه شغف يا اخوانا. انا عايزك تروح تتفرج له على اي ماتش في بطوله الجي 1 بتاعت اليابان بتاعتهم، وترجع تتفرج على مثلا ماتشه ضد شيلتون بنجامين. يا اخي تقل اوكادا في الماتش ده يجعل شيلتون بنجامين اللي داخل على ال50 يبدو وكأنه في برايم مسيرته. سبيكينج اوف شيلتون بنجامين، فالراجل عمل بطوله جامده فعلا، وقدر يثبت لنا قد ايه هو اتظلم في الشركه الوسخه. داني جارسيا قام بدور الاندر دوج بامتياز في المجموعه دي، وفكرني بجد بايدي كينجستون في بطوله السنه اللي فاتت، لكنه مش بيتاهل في الاخر كما المتوقع. مارك بريسكو كان قايم بدور الحصان الاسود، وهو الوحيد اللي قدر يكسب كايل فليتشر متصدر المجموعه. اما البيست مورتوس فده حرفيا كان قايم بدور منتخب مصر في كاس العالم، يعني حصلت المجموعه وصفر الكونتيننتال كلاسيك، ولو انه مصارع كويس فشخ على فكره. ونيجي للجولد ليج المكونه من داربي آلن، كلاوديو، ريكوشي، برودي كينج، ويل اوسبراي، وكوماندر، اللي دخل اصلا بدل جوس روبنسون المصاب. كوماندر ده مصارع لوتشادور ميد كارد جميل كده عندنا في AEW، وتقدر تعتبره زي دراجون لي كده في WWE. كمان قدر يحقق فوز كبير وحيد ليه في البطوله على كلاوديو بمساعده داربي آلن، الراجل اللي كالعاده بيضحي بجسمه وروحه في كل ماتش في البطوله دي حرفيا. الموضوع واصل لمرحله غير ادميه اقسم بالله، مش ممكن يعني. للاسف داربي ما قدرش يتاهل بسبب خسارته بالغش من كلاوديو، الراجل اللي زي السنه اللي فاتت قدر يكون الورك هورس بتاع البطوله، وقدم لنا ماتشات لذيذه، وكان فعلا منافس للتاهل لحد اخر لحظه. برودي كينج اثبت بشكل قاطع قد ايه هو نجم ومصارع فردي تقيل، وكان الحصان الاسود بتاع المجموعه. مالاكاي بلاك المفروض يتكسف على دمه والله، وهو بيشوف اداءات برودي وتفاعل الجماهير معاه بعد ما كان السنيد بتاعه. وماتش برودي ضد ريكوشي في وينترز كامينج بتحصل فيه الهيل تيرن المنتظره. ريكوشي يعتبر دخل على الخط مع عصابه الهيرت سينديكيت وقصتهم مع سويرف، ويعتبر كلها مساله وقت قبل ما يبقى العضو الرابع معاهم، بل ده بدا ينكش في سويرف بالفعل، وغالبا هنشوف ماتش بينهم قريب. وفي الكونتيننتال كلاسيك قدر بشكل تدريجي يبني الهيت وكره الجماهير،
الجماهير لحد ما وصل لمرحلة الاستجابة في ماتشه ضد برودي كينج اللي الجماهير فيه استهجنوا ريكوشيه بشكل واضح، لحد ما بيوصل لمرحلة الانفجار في ماتشينه ضد الأوز وداربي في الهامرشتاين بول روم. حرفيا جماهير نيويورك رموه بورق الحمام من فرط الحقد. انت متخيل؟ شخصية الهيل الكرنج الجديدة دي فعلا لايقة على ريكوشيه، بل هي فعليا الحاجة اللي كانت ناقصاه في الدبليو دبليو اي وكفيلة تخليه مين ايفنتر في اي دبليو. ريكوشيه بيتأهل كأول المجموعة ب10 نقط، ونيجي لعمهم وعم الناس وعمي وعم عمامي ويل اوسبراي. والصراحة انا سهل اكتب مجلدات عن العظمة اللي قدمها الاوز في البطولة دي، بس انا حابب اختصر كل ده في كلمتين: ده فجر. كلام هنا على تعب قلب. برافو حقيقي، برافو، لعبة حلوة. انا احب اقول للعبة الحلوة انت حلوة. اللعب ده على كبير، على وجع قلب. ده فجر فجر. انا بجد ما انصحش حد يتفرج على ماتشات ويل اوسبراي في الكونتيننتال كلاسيك، لان عادي يجرى لك حاجه من اوفر دوز العظمه اللي هتشوفها. ويعني كل الماتشات كوم، وماتشه ضد داربي الين كوم تاني، ماتش بعنوان فجر الفجر حرفيا. يعني واحده من اعظم الماتشات في تاريخ العروض الاسبوعيه، ولازم تشوفوه بجد. البيلي جوت بيتاهل كتاني المجموعه بعد فوز كبير ضد برودي كينج ضمن له الصعود ب9 نقط. وبكده نكون فهمنا الوضع في الكونتيننتال كلاسيك، وندخل على وورلدز اند. افتتحنا العرض بنص نهائي الكونتيننتال كلاسيك بين ويل اوسبراي وكايل فليتشر. كنا اتكلمنا عن تاريخ الاتنين دول مع بعض وعداوتهم في مراجعة فول جير، فارجع لها عشان جامدة. والاتنين كان عندهم بالفعل تحدي كبير، وهو انهم يعلوا على ماتشهم في فول جير. وقد ايه هم تخطوا التحدي ده يا اخوانا. ده فعليا قد يكون اعظم ماتش افتتاحي في تاريخ اي عرض شهر انا شوفته تقريبا. التناغم اللي بين الاتنين دول بيخليهم حرفيا سول ميتس في الحلبة، حاجة كده زي سي ام بانك وسينا او كيفن اونز وسامي زين. وبعد ماتش اسطوري شفنا فيه كول باكس الماتشون في فول جير، سبوتات خياليه، ونزيف الاوز اللي حرفيا كان مطشر في الحلبه كلها على راي اخواتنا الخلايجه. وبيقدر اوسبراي انه يفوز لا وايه بالستايلز كلاش، الحركه اللي انا ممكن احلف 100 طلاق ان اوسبراي عملها السنه دي بس اكتر من اي جي ستايلز شخصيا اخر 3 سنين مثلا. وهي كسبته ماتش كبير اهو، عشان ولاد التايكا اللي يقولوا لك ده بيهمش الحركه. وبكده اوسبراي هيلاعب في الفاينل الكسبان من الماتش الجاي ريكوشيه ضد اوكادا. كنت متحمس اعرف دايناميك الماتش ده هتمشي ازاي، لان الاتنين هيلز دلوقتي مع فرق ضخم في الحجم لصالح اوكادا طبعا. والحقيقه ان جماهير الاديشن سنتر جاوب على سؤالي ده بسرعه قوي، وهاتك يا تشجيع في اوكادا وسب اديان لريكوشيه. حرفيا الجماهير هتفت يقرا على ريكوشيه، لا ولحنوها له كمان. كمان بنشوف في الماتش ده اعظم قفا في تاريخ المصارعه من اوكادا. انا فطست في اللقطه دي بجد. اوكادا قادر يشتغل ككاركتر وورك ويتحكم بالجماهير at the palm of his hand زي ما بيقولوا، لكنه على الحلبه للاسف بيقدم اداء الموظفين بتاع راندي اورتن لما بيبقى ملوش مزاج. اوكادا بيكسب ريكوشيه في ماتش ما هوبش ناحيه عظمات اوسبراي وفليتشر. بعد الماتش بيدخل سويرف على ريكوشيه. ريكوشيه كان وعد سويرف في برومو ورا الكواليس انه هيكسب الكونتيننتال كلاسيك وهيحقق الانجاز اللي سويرف فشل في تحقيقه السنه اللي فاتت. وطبعا بعد ما فشل في ده سويرف بيدخل وبيحفل عليه. وفي النص برنس نانا كان معاه عربيه فيها مناديل الحمام وبيوزعها على الجماهير. بعدها سويرف بيعد ل3 عشان الجماهير كلها ترمي ورق الحمام في وقت واحد على ريكوشيه. فكره لذيذه واتنفذت حلو فشخ، وزودت من سهم ريكوشيه الهيل الكرنجي اللي افتكر ان موضوع ورق الحمام ده هيلزق فيه خلاص. وكمان بيقربوا اكتر واكتر من انه ينضم مع لاشلي وشيلتون وام في بي ضد سويرف. ما شفتش ماتش مرايا ماي، اولا عشان انا مش فاضي وورايا امتحان بكره ما اعرفش فيه كلمه، وعشان ده باختصار كان ماتش فيلر زيه زي 3/4 ريب مرايا ماي للاسف. والاهتمام كله رايح لتوني ستورم اللي رجعت اخيرا من بعد اول ان. ويعني على الطلاق من بيتي توني ستورم دي تلبس مارجو روبي وايما ستون الجلاليب الكستور. قدره عظيمه على تجسيد الشخصيه خلتها فعليا اهم حاجه حاصله في مصارعه
مصارعة النسوان دلوقتي. هنسكيب ماتش ادم كول وام جي اف عشان في حلقة خاصة هتتعمل عن قصتهم، فحس على دمك بقى واشترك لو لسه ما اشتركتش عشان توصلك اول ما تنزل. والحقيقة انا انصحك تسكيب الماتش ده من غير حاجة اصلا، ده كانت حاجة تقرف الكلوب والله. دخلنا بعدها على ماتش بطولة الانترناشونال بين باور هاوس هوبز وتاكاشتا. هوبز من المواهب اللذيذة في روستر اي دبليو، اي نعم ما هوش عبقري يعني على الحلبة، لكنه حرفيا بيمتلك فيزيك بطل عالم وبيعمل سباين باستر جامدة قوي. والبناء لماتشه مع تاكاشتا غالبا كانوا مدارين عليه عشان زي ما انت عارف الحاجات دي بتتنظر، لانه حصل في رام بيج اللي الناس بطلت تشوفه واتلغى خلاص اصلا من اول 2025. القصة باختصار ان هوبز كان مع فليتشر واوسبراي وتاكاشتا في الدون كاليس فاميلي، وارجع لمراجعة فول جير لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن العصابة دي. هوبز بيتصاب في ماتشه ضد جون موكسلي ايام ما كان معاه بطولة اليابان دي، ودون كاليس استبدله ببراين كيج ولانس ارشر عشان يرجع باور هاوس هوبز من الاصابة كفيس مع ريكوشي ضد الدون كاليس فاميلي، ومن هنا بيدخل على الخط ضد تاكاشتا. الماتش نفسه كان مفاجأة بجد، وخصوصا اداء باور هاوس هوبز، حرفيا اجمد ماتش في مسيرته تقريبا. الجماهير وتفاعلهم من اول لاخر لحظه رفعوا سهم الماتش ده للسما، وبيفوز تاكاشتا بعد ماتش لذيذ قوي. بما اني دلوقتي شخص صانع محتوى قد الدنيا فانا اكيد ليا حق انصحك في امتحاناتك. مبدئيا كده ساعتين شاي وكوبايتين جده هيخلصوا الدنيا. ايه الاسئله كلها قررت تستجدع وتقف معاه؟ ملحوقه يا معلم. في الام سي كيو اللي تقف فيه اختاروا سي، معروفه يعني، والصح والغلط تعمله كله صح. تدري ليش؟ عشان الغلط مش سكتنا اساسا. طول ما الامتحان مش بكره يبقى لسه بدري اصلا، يعني الماده هتتلم قبلها بيوم عادي يعني. احيه الماده طلعت ما بتتلمش يا بنت المتضايقه. بص انا عندي الحل السحري، انت تروح مقام السيد البدوي وتجيب في ايدك كيسين بقسماط وتقول له نجحنا يا سيد يا بدوي. لا لا لا, لا بتكلم بجد والله، ذاكروا هنسقط يخرب بيوتكم. دخلنا بعدها على نهائي الكونتيننتال كلاسيك بين كازوتشكا اوكادا والبيلي جوت والاوسبراي. فلاش باك. انا بالنسبه لي اوسبراي واوكادا الفاينل، ويا ريت الاوز يكسب. end of flashback. عراف يا ابني والله. ويعني اسمحوا لي اقول وانا بتكلم بجد والله، موضوع ان اوسبراي عمل ماتشين من ماتشات السنه في نفس اليوم وهو دماغه مفتوحه هو فجر حرفيا بجد والله مش ميم. الاوز من فرط الفجر اكبر اوكادا اللي مريح ومش عايز يبذل اي مجهود انه يستحي على وجهه ويدوس بنزين ويطلع اوكادا اليابان من التلاجة. مش ممكن والله يا اخوانا. طب حطوا نفسكم مكاني. طيب اقول ايه لسه ما اتقالش في عظمه ويل اوسبراي. ماتش غير طبيعي بسيكونس نهايه للتاريخ اقسم بربي. بصت اوكادا على الترون قبل ما يكاونتر الهيدن بليد، كانت تفصيله صغيره عبقريه فعلا، والعين البشريه الحقيره ما تستحقش تشوف كم العظمات اللي بيقدمها الفضائي اللي اسمه ويل اوسبراي ده. واوكادا بيكسبوا في الاخر بالريم ميكر وبيكسب الكونتيننتال كلاسيك، ودي مش هتعدي بالساهل بقى. فلتر ابيض واسود من عندك يا ابني، ادخل بالمزيكا الحزيني. ماذا بيني وبينك؟ لماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ أنا الذي فعلت كل شيء، أنا الذي صنعت كل شيء، أنا الذي فزت كل شيء، أنا المصارع اللي تضحك لي، أنا المصارع اللي ضحكتها، أنا المصارع اللي حطيتها، أنا المصارع اللي أمرتها. أنت لماذا ضدي يا مصارعة الكونتيننتال كلاسيك؟ كونتيننتال كلاسيك من بعد كونتيننتال كلاسيك، دورة من بعد دورة، كاس من بعد كاس، ترفض أغلى مصارع وأفضل مصارع في 30 سنة أخيرة. ادم بيرس الغلابه كريستوفر دانييلز بيدخل بعدها عشان يسلم اوكادا البطوله، لكنه بدل ده بيعلن ان دوره كنائب رئيس انتهى، وان في حد هيرجع يستلم الدور ده من تاني عشان يدخل العائد بعد غياب فوق السنه كيني اوميجا. عوده الروح الى الجسد على الطلاق. لو انت لسه بادئ تتفرج على اي دبليو او مشجع للدبليو دبليو اي ومش فاهم يعني ايه كيني اوميجا يجيب فوق السنه، فانا عايزك تتخيل كده لو رومان رينز جاب فوق السنه في الدبليو دبليو اي. اهو خليتنا نلحد مصارعنجيا وشبه كيني باشا اوميجا برومان رينز لاجل ما تفهم. كيني بياخد بطولة الكونتيننتال وبيسلمها لاوكادا عشان يحصل بينهم الفيس اوف ده واللي وراه تاريخ بجد. يا اخوانا عداوة الاتنين دول طلعت لنا حرفيا اعظم ماتشات في تاريخ المصارعة، بل اكاد اجزم ان من غير ملاحم الاتنين دول وعداوتهم الايقونية في اليابان ما كانش هيبقى في حاجة اسمها اي دبليو اصلا، والعداوة الايقونية دي هتكمل في اي دبليو.
ووجود لوجو اول ان وسطهم في الكادر مثالي والله. ده ماتش فعلا ما يتلعبش في اقل من اول ان. كمان بنشوف الباك شوت السينمائيه دي الكاني اللي هو استغفر الله العظيم كده الجاد اوف برو راسلينج حرفيا. مش متخيلين انا اشتقت قد ايه للكلينر، وفي انتظار تشطيفه للواد اللي هيلعبه في ماتش عودته في اليابان. ونوصل للمين ايفنت اللي كان الماتش الرباعي على بطوله العالم. البطل جون موكسلي ضد هانجمان بيج ضد جاي وايت ضد اورنج كاسيدي. برضه كنت توقعت الماتش ده بالظبط تقريبا في مراجعه فول جير، بس خيشت معايا في كريستيان. وكنا فصلنا قصه الموكس والديث رايدرز في الفيديو ده، فارجع له عشان مهم. البناء للماتش ده كان بعنوان انا وابن خالة امي على الغريب. هانجمان وجاي وايت دخلوا على خط موكسلي وبطوله العالم في فول جير، وبحكم العداوه الطويله اللي بينهم فهم مش طايقين بعض، لحد ما بيرجع اورنج كاسيدي وبيحاول يوحدهم ضد موكسلي والديث رايدرز. يعني نخلص احنا الثلاثه على موكسلي الاول، بعدين نشوف مين فينا يكسب الحزام. دايناميك كده فكرتني بماتش ساس واورتن ورومان وامبروز في باي باك. والحقيقه ان في حاجه معفرطاني دلوقتي في اي دبليو محتاجه اتكلم عليها، وهي مارينا شفير. جرايه وليه؟ لا بجد والله، هي الوليه دي نازله ضرب في الرجاله ليه؟ وايه ده يا جالي؟ احترمي نفسك يا وليه، احترمي نفسك يا وليه، احترمي نفسك يا وليه. تقول لي بقى اصل المساواه بين الجنسين، واصل انت ميسوجينست، واصل انت راجع. انا راجع يا عم. اصل لما واحده ست تضرب بطل عالم سابق وتهزقه يبقى انا كده اروح اتفرج على الشركه الوسخه ابرك والله. ونيجي للماتش نفسه، واللي انا اصلا كنت بتساءل هو ازاي المين ايفنت. انت يا معلم محتاج مش اقل من براين دانيلسون وكيني مثلا عشان يعلوا على ماتش اوكادا واوسبري اللي قبلهم، وللاسف ده ضر الماتش جدا وما كانش فيه غير سبوتين حلوين. سبوت التريبل باور بامب من الثلاثه على موكسلي كان عظيم قوي بالنسبه لي، لان عمري في حياتي ما توقعت ان اشوف ريفرنس للشيلد في اي دبليو. والسبوت الاعظم كان لما الوليه دخلت لجاي وايت فراح قايل لها احترمي نفسك يا وليه وعمل لها البليد رانر. لكن الفرحه لم تكتمل، لان بعدها على طول بيدخل ويلر يوتا وبيعمل البوسايكو ني على جاي عشان يخلص الموكس عليه بالبارادايم شيفت. نهايه بولشيتيه رومان رينزيه. ما هي دي نهايات ماتشات رومان رينز بالحرف يا اخوانا. يعني تقدر تعتبر ان ويلر يوتا ده هو سولو سيكو بتاع جون موكسلي. ماتش عادي جدا، بل كونه المين ايفنت هيجعله وحش كمان. وهنا محتاجين نوقف ونرجع الشريط شويه قبل ووردز اند، لما الموكس مع الديث رايدرز بيهجموا على اورنج كاسيدي ورا الكواليس، لكن اف تي ار بيتدخلوا وبيقفوا ضدهم. ده بيخلي الديث رايدرز يدعكوا اف تي ار الاسبوع اللي بعده، وبكده بيتصابوا وبيغيبوا عن العروض. اف تي ار بيقولوا بعدها في برومو مسجل انهم هيرجعوا في عرض فايت فور ذا فولن عشان ينتقموا من الديث رايدرز، وانهم مش هيبقوا لوحدهم. وبكده بيدخلوا في نهاية وورلدز اند على الموكس والديث رايدرز عشان مرة واحدة تنطفي الانوار ويظهر الريتد ار سوبر ستار ايدج، واللي بيرجع من الاصابة اخيرا. ايدج عمره ما كان من المفضلين بالنسبة لي على فكرة، ولما رجع في الدبليو دبليو بي في 2020 كان اللي هو تمام ماشي، لكن الراجل ده من ساعة ما جه اي دبليو وهو بقى من التوب 5 بالنسبة لي. شغف غير طبيعي عند ايدج من ساعة ما جه، فعليا جاب له الاصابة في الاخر، اللي هو طب يهديك يرضيك، ده انت اسطورة، ده انت هول اوف فيمر، انت مش محتاج تثبت حاجة لحد. بس لا، انا برضه هنط من فوق القفص وتتكسر رجلي مش مشكلة، الاهم ان سبت للناس لحظة عظيمة. ايدج بيرجع وبيدخل فيس تو فيس لجون موكسلي. I used to pray for times like this، اقسم بالله. وعلى فكرة توقعتها في بوست الكوميونتي قبل العرض، بس انت تلاقيك مش مشترك يا حضر. ايدج بيعمل السبير على موكسلي والقاعة بتنفجر حرفيا، وبيعمل له الكروس فيس بحديدة الكرسي عشان تبقى فول سيركل بقى، لانه عملها لرومان والساس في الدبليو دبليو اي. عودة منتظرة بتفتح باب لماتش احلام للتاريخ بين ايدج والموكس، وفعليا كفيلة تغير كل حاجة في سين بطولة العالم. كمان لذيذة قوي الريتد اف تي ار دي، والله بفكر اجيب التيشيرت الجديد بتاعه. اي نعم هي كانت المفروض تبقى سي ام اف تي ار، بس يلا الحمد لله، اللهم لا اعتراض يا رب ليه. كمان اتحدد بين الفرقتين ماتش 6 مان في فايت فور ذا فولن، واللي هيكون اتلعب وقت نزول البتاع ده، فاتفرجوا عليه. تقييم الوردز اند هو 8 من 10، وككل اكيد احسن من فول جير. حرام باب البتاع ده بسرعة عشان ورايا امتحان بكرة ولسه مذاكرتش كلمة اقسم بربي. فكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة السنة الجديدة، والعبد لله هيحتفل بالمناسبة دي بانه هيتشلح في الفاينل بكرة. شكرا ليكم، ادعوا لي بالنجاح لاني محتاج، وبس كده.